كابتن سيد ابو حفيظ ربما يكون له تعقيب على الكلام اللي احنا قلناه. كابتن سيد مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن سيد؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ حبيبي ربنا يخليك. حابين والله ربنا يكرمك، حابين نسمع منك تعليق ابو كبات. والله تعليق على خصوص ايه ولا ايه؟ على اللي يجي في بالك، على اللي يجي في بالك. بص، يعني كل حاجه كانت غريبه طبعا، وكل حاجه احداث مش طبيعيه اللي فيها واللي بنمر بيها، مش على المستوى الرياضي بس، يمكن في البلد ككل يعني. بالظبط. قافلين على نفسنا ومصممين نقفل على نفسنا بالشكل دوت، وماشيين في طريق يا رب يا رب ربنا سبحانه وتعالى يكافئنا بيه وناخد البطوله باذن الله. لكن في النهايه انت كل ما بتعدي مرحله او كل ما بتوصل لمباراه او كل ما بتقرب شويه اصابات اكتر واكتر. يعني مش العكس، مش لما تقرب من حاجه ولا بتاع فتلاقي الناس كلها بتساعدك او الناس كلها بتمد لك ايدها ولا حاجه، ده اللي كنا معتادين عليه ولا حاجه. لكن في الوقت الحالي بالعكس، يعني مش كفايه ان انت بتلعب من غير جمهورك من اول ماتش ولا حاجه، لا انت كمان تظهر لك مشاكل في الملعب. يعني بعد ما تاخد على ملعب وبعد ما بتلعب عليه فتره ولا حاجه بتيجي ترفض او اداره الملعب او المسؤولين عن الملعب او القائمين على الملعب بيرفضوا دوت، او الامن بيرفض دوت، ده بتتجه لحته ثانيه. كل ده مقبول جدا. لكن اللي حصل النهارده مباراه طلائع الجيش المفروض تقام بكره في ظروف اخيره، لا كوم، واللي بيحصل كله ده كوم ثاني خالص. ايه بقى؟ خالص. احنا متفقين من 5-6 ايام ان انا عندي مباراه وديه مع طلائع الجيش، تمام، ودي المباراه الاخيره اللي هتتلعب قبل مباراه سانشاين. ما عنديش حلول ثانيه، ما عنديش اختيارات ثانيه. اتفقنا مع اداره نادي طلائع الجيش وتحديدا كابتن عمرو عبد الجليل، ومشكورا يعني كانوا متعاونين جدا وكانوا موافقين بشكل جميل، والدنيا ماشيه بشكل سلس جدا ومفيش اي مشكله خالص. تمام. هلعب على مباراه او على استاد الدفاع الجوي، مباراه سانشاين، فطبيعي جدا ان انا ممكن احاول العب مباراه. ما لعبش عليه ولا مباراه يا كابتن مدحت، عارف كويس قوي يعني المهم لو جات لك الفرصه او اتيحت الفرصه انك تلعب عليه مباراه قبل المباراه الافريقيه، ده كويس قوي. حاولنا نعمل مباراه طلائع الجيش على ملعب الدفاع الجوي، واللعيبه تاخد على الملعب وتشوف مساحته وتشوف اكيد كل لعيب كوره يعني بيبقى فاهم ده كويس طبعا. حاولنا، بعتنا، للاسف جت الرفض ان ما ينفعش تلعبوا. ليه؟ يعني ليه دي بقى؟ يعني اعتقد ان ما فيش حد في مصر ممكن يجاوب. يعني انتوا طول عمركم بتروحوا اي حته الناس بتطلبكم تروحوا، مش بتهرب منكم. انا بقول لحضرتك يعني ليه دي انا ما اعرفهاش. خدوا الجيش يعني والعبوا في دبي يا كابتن سيد. نعم؟ خدوا الجيش والعبوا في دبي. ده المهم يعني زي ما تعرفش برضو ليه برج العرب، ليه مش استاد القاهره، ليه مش الكليه الحربيه، ليه حاجات كتير يعني. المهم برضو مش مشكله، مش عندنا مشكله خلاص. احنا برضو يعني خلينا في مشوارنا اللي احنا فيه او في سكتنا اللي احنا فيها. فحاولت اتكلم تاني مع الاستاذ عمرو عبد الجليل، فللاسف كان في مسؤول. تمام. فاحنا في حسابات فنيه، يعني فرقه سانشاين بشكل معين، يعني انا محتاج العبها في ملعب معين. تمام. فبالتالي يعني وضع طبيعي ان انا لما اعمل بروفه ولا حاجه اعملها في الدفاع الجوي. ما امكنش في الدفاع الجوي هختار ملعب ممكن لحساباتي انا شويه، في حساباتي انا يكون قريب شويه من الطريقه اللي ممكن العب بيها قدام سانشاين. طب خلينا نكون صرحاء يا كابتن سيد بدون قطع حديثك. ربما اداره ملعب الدفاع الجوي خشيه ان يجي بعض من جماهيركم تهتف خارج الملعب او كذا او كذا، فقال لك اريح دماغي. مش ده اتصور هو السبب؟ والله ما عندي مشكله، ما عنديش مشكله خالص. ما عنديش مشكله حتى انا قلت لحضرتك كل كوم حضرتك ده هو دلوقتي ده كوم تاني خالص. اتفضل خالص. اتفضل. الكلام ده كان حوالي الساعه 8 مساء. تمام. فقلنا نلعب في اهلي مدينه نصر، مفيش مشكله عندنا، نلعب في نادي اهلي مدينه نصر، ما عنديش مشكله خالص. ونبلغ اداره طلائع الجيش. ما عنديش شك ابدا، ما عنديش ادنى شك ان هيبقى في كومنت غريب في الناحيه الثانيه، في الطرف الثاني. مش ممكن. يعني انت نفسك مش هيجي في دماغك او اي حد مش هيجي في دماغه. قول لنا بقى، شوقتنا. للاسف لقيت تليفون سياده العميد عبد الجليل مقفول. فكلمت كابتن عبد الناصر محمد الريد، فقال لي لا ده كابتن فاروق جعفر مش عايز يلعب غير في الدفاع الجوي. طب يا كابتن يعني ده احنا اللي عندنا المباراه مش هو، وبعدين احنا اللي محتاجين المباراه مش هو، بس اديني اكلمه ذوقيا، راجل اكبر مني سنا ومكانا واحتراما وكل حاجه، اديني انا اكلمه واقنعه. كويس. كلمته. تمام. قلت له يا كابتن فاروق جعفر احنا محتاجين الماتش ده ومحتاجين ان انتوا تساعدونا، وانا ما عنديش بدايل. يعني نفترض ان انت رفضت مثلا ولا حاجه، انا ما عنديش بدايل، يعني ما عنديش حاجه. الوقت متاخر جدا،
ما عنديش غير بكره بس اللي العب فيه مباراه، وبعد كده بثلاث اربع ايام الماتش يتلعب يعني. انا محتاجين ان انتوا تلعبوا. قال ايه بقى؟ فقال لي طب بص اصل يعني طب الملعب طب انا هحاول محاوله كده وارجع لك بعد ساعه. قلت له ماشي مفيش مشكله. طيب قال لي طب الدفاع الجوي هيوافق؟ قلت له مفيش مشكله، لو الدفاع الجوي وافق ده انا اتمنى كده، ده الهدف بتاعك. لو ما وافقش خلاص نلعب في مدينه نصر. بس ارجوك رد عليا بسرعه. لحد الساعه 10 الا ثلث او 10 الا ربع مفيش اتصال. كلمته قال لي طب 5 دقايق وهكلمك. كان حوالي الساعه 11 او 11 وشويه كده لقيت كابتن عماد عبد الجليل كابتن فروم مصمم ان هو يلعب في الدفاع الجوي يا اما في جهاز الرياضه. ده تصرف غريب جدا. عايز يلعب في جهاز الرياضه او في الدفاع الجوي. ده تصرف غريب جدا. ده تصرف مش طبيعي. ده راجل لا حاطط في دماغه مثلا اهميه المباراه ولا المرحله اللي فيها النادي الاهلي ولا المباراه اللي هيلعبها النادي الاهلي، حتى يعني البدائل اللي عند النادي الاهلي خالص. طيب يعني انا عايز وانت معايا اسال الكابتن ايمن يا كابتن سيد، تتصور الكابتن فاروق جعفر ما رضيش يروح يلعب في اهلي مدينه نصر ليه؟ هو خوفا من الجماهير اكيد. بس خلاص الاجابه هي يا كابتن سيد. يعني هو ده ودي اجابه يعني انت مقتنع بيها؟ لا طب انا عايز اقول لك حاجه. طب ما هو جولكم النادي ودخلوا عليكم، هو ما حصلش؟ يعني وهنروح نلعب يا ايمن وهنلعب ماشي. ما هو ده اللي انا بقوله. ما هو يعني بس هو المشكله كلها يعني في دور الامن هنا. يعني هو دور الامن هنا هم. انت بتتكلم في قصه ثانيه، انا بتكلم في حاجه ثانيه خالص يا ايمن. انا النهارده بقول لك على حاجه انا محتاجها منك. تمام، انا محتاجها منك. دور الامن ده قصه ثانيه. انا اتعرض لحد ولا في حد هيتعرض لمجموعه، يعني ما فيش مواطن هيتعرض لمواطن. في الاخر انت بتتكلم على قصه الامن، ده قصه بلد بقى. انا بكلمك على موقف منك انت تحديدا في وقت زي ده. انا ما عنديش بدائل ثانيه، يعني انت ما عندكش بدائل ثانيه يا ايمن. فكر كده مع نفسك. ايوه طبعا مظبوط. هو اهميه الماتش في ان النادي الاهلي عنده ماتش جامد جدا طبعا، وعنده ماتش برضو ده يعني قبل نهائي بطوله افريقيا. وفعلا البروفا الاخيره للنادي الاهلي زي ما كابتن سيد بيقول، فهيتوقف عليها حاجات كتير جدا طبعا، اللي هو يعني لازم اللعيبه فعلا بجد يروحوا يشوفوا ملعب الدفاع الجوي طبعا. ده مهم جدا. واثنين وثلاثه يشوفوا الارضيه، يشوفوا يمشوا بالكوره، الاجواء بتاعه الاستاد عشان ما تبقاش مختلفه عليهم او صعبه عليهم، لازم يروحوا يشوفوها. فهو الناحيه الفنيه بتاعه الكابتن سيد والكابتن حسام البدري دي عندهم حق فيها تماما مليون يعني طب وهتعملوا ايه بكره في الحاله دي؟ هيبقى يعني يومكم ماشي ازاي يا كابتن سيد؟ ولا حاجه، زي ما البلد دي مش هتخلص. تعالوا لعبونا. زي البلد دي مش هتخلص ابدا. يعني في جدعنتها والناس اللي بتاخد قرار او الناس المسؤوله، زي ما في ناس يعني هي. بص يا كابتن مدحت يا كابتن ايمن، لا الرجوله بتشتري ولا الجدعانه بتشتري ولا المرأة بتشتري. محدش بيشتري ده. الناقص بيفضل طول عمره ناقص. يعني زي ما في لحظه يعني اتكلمت مع كابتن علاء عبد العال وسياده اللواء عثمان في نفس الدقيقه. تمام، لا هنيجي نلعب بكره الساعه 3:30 معاك. اوكي، مش مشكله خالص. يعني لكن التصرف نفسه يعني لو انت راجل ما بتبانش في المواقف اللي زي دي، هتبان امتى يا كابتن ايمن؟ هتبان امتى؟ طبعا يعني صح. وبعدين انت بتبلغني الساعه 11:30 يعني النهارده حطه خلاص يعني في الحيطه. ده كلام طبعا غريب جدا. يعني للمكانه ومحترمي للاسم واحترامي لحاجات كتير جدا يعني. لكن لا زي ما الانسان بيبان في كل المواقف، برضه الجدع بيبان في مواقف معينه. يعني خلينا نقول الحمد لله ان انتوا وفقتوا فريق اخر، ولو ان كنا نحب طبعا اكيد ان انتوا تلعبوا تمرينه حلوه على الدفاع الجوي. طبعا كانت فرقت كتير جدا. يعني هيلعبوا بكره في الدفاع الجوي ولا فين؟ لا الماتش بكره عندكم في مدينه نصر بقى بتاع الداخليه ده. ان شاء الله مدينه نصر بقى عادي ان شاء الله. متفائل بعوده الدوري يا كابتن سيد؟ والله يا كابتن مدحت يعني بص، ادينا جمل فيها تفاؤل والنبي. خلينا اقول لك على حاجه. يعني انا واللعيبه والجهاز يعني مصممين ان احنا ما نخرجش خالص بره بطوله افريقيا. لو خرجنا ولقينا رده الفعل او النتيجه مختلفه عن اللي انت متوقعها، اعتقد ده بياخد من تركيزك وبياخد من فكرك يعني. وانا مش حابب كده خالص. مركزين في البطوله الافريقيه يعني. حتى الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني احنا مش موجودين فيها. انتوا برا. لو استؤنفت البطوله خلاص، ما استؤنفتش احنا مركزين في حاجه اعتقد ان هي الاهم بالنسبه لنا في الوقت الحالي يعني. توفيق يا كابتن سيد. اشكرك شكرا جزيلا يعني.